أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: أنا طالب علم أريد قيام الليل وأجاهد نفسي عليه، وكثيرا يفوتني قيام الليل، فماذا تنصحني به أثابك الله؟ أسأل الله أن يعيننا وإياكم على الطاعة، وأن يجعلنا وإياكم من أهله، وأن يوفقنا وإياكم إلى إيثار مرضاته وبلوغ طاعته. بالنسبة لقيام الليل فهو من أحب الأعمال إلى الله عز وجل. إذا لم تستطع قيام الليل اختصارا تبحث عن الأسباب التي تحول بينك وبين قيام الليل، فإذا كانت هذه الأسباب خارجة عن إرادتك فحينئذ أنصحك أن لا تحمل نفسك فوق طاقتها، وسيكتب لك الأجر بالنية. يعني مثلا الآن لو كان الشخص عنده عائلة وعنده ظروف ويعمل في عمل يستمر إلى العشاء، ويأتي بعد العشاء مجهدا منهكا وعنده التزامات أسرية، فيقوم بهذه الالتزامات ويؤديها إلى قرابة الساعة 11، ما يبقى إلا قدر ما ينام. صعب من الصعوبة بمكان نقول له قم الليل. هو لا شك أنه لو قام وضحى أجره أعظم، لكن نحن نبحث عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الأكمل، أن النفس لها حق والأهل لهم حق. فإذا كان وضعك، وهذا أمر ننبه عليه، أن بعض طلبة العلم يأتي في أوقات يصعب عليه جدا أن يوفق بين فضائل الأعمال وواجبات الأعمال. فالأمور الواجب عليه عملها إذا ازدحمت مع قيام الليل مع صيام الاثنين والخميس، تترك صيام الاثنين والخميس وتتقوى على الواجب من بر الوالدين وصلة الرحم حتى يتيسر لك الوقت الذي، هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل إذا قام من الليل فغلبه النعاس واستعجم عليه القرآن أن يذهب وينام. قال: لا يذهب يدعو فيسب نفسه. وهذه هي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان الوقت عندك ممكنا، وسؤالك عن الوقت الذي يمكنك مع أن تقوم الليل، فحينئذ ابحث عن عما يمنعك من قيام الليل. ولا شك أن المعصية من أعظم الأسباب التي تحول بين العبد وبين فضائل الأعمال، فأكثر من الاستغفار والتوبة. قد يحرم الإنسان قيام الليل بعقوق الوالدين، وقد يحرم قيام الليل بقطيعة الرحم والعياذ بالله، وقد يحرم قيام الليل بالغيبة، وقد يحرم بالنميمة، وقد يحرم باحتقار الناس، وقد يحرم بسوء الظن بالمسلمين، لأنه كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ما كسبته الجوارح يلين على القلب، والقلب هو الذي يحرك لقيام الليل وصيام النهار وبكاء الأسحار والتعبد والطاعة. فإذا ران عن القلب الذنب تمكن الشيطان من القلب، ومن هنا لا تجد لك علاجا أنجع بعد توفيق الله من الاستغفار. فإذا كان عندك ذنوب تستغفر بترك المعاصي. قال بعض السلف: أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. أذنبت ذنبا فحرمت قيام الليل 6 أشهر. أقوام كانوا يعرفون من أين يؤتون. ولذلك الإنسان يوفق للطاعة بتوفيق الله عز وجل وباجتناب معصيته، ويحرم الطاعة بالعكس والعياذ بالله. يكون مثلا مقصر في واجباته، يضيع صلاة الفجر، يضيع صلاة الظهر، ينام عن صلاة العصر، فنسأل الله السلامة والعافية، يرين على قلبه. وهذا أمر ينبغي لكل من ابتلي بالمعاصي أو ابتلي بالضعف عن الطاعة أن يتفقد نفسه فيه. لا بد وأن يجد خللا، إما في حق بينه وبين الله، وإما في حق بينه وبين عباد الله. ولذلك قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فيحرص من يقول: أنا أحب قيام الليل ولا أقدر على قيام الليل، على أن يتفقد نفسه فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين عباد الله. فإذا بحث عن الذنوب أو الذنب الذي يعني يكون يغلب على ظني أنه سبب في حرمان من هذا الخير، شخص كان قواما لليل أو كان صواما للنهار، ثم حدثت بينه وبين أبيه مشكلة، وفجأة صار يترك الصيام
إذا وفقه الله وكان عاقلا يعلم أن عقوقه لأبيه سبب في هذا الأمر، أو عق أمه والعياذ بالله، ثم بعدها أصبح يجد صعوبة في قيام الليل، يجد صعوبة في صيام الاثنين والخميس، فيعلم عندها أن هذا الذنب سبب في هذا الأمر. وهكذا إذا تفقد ووفق لأن يتفقد نفسه فإن الله سيعينه ويوفقه. ولذلك ينصح الإنسان بالبحث عن الأسباب التي من أعظمها المعصية، ويتفقد حقوق الله وحقوق عباد الله، فإنه إذا وفق لمعرفة السبب عالج ذلك السبب، والله تعالى يعود عليه بخيره وفضله وبره. الأمر الثاني أن يدعو الله، يقول اللهم إني أسألك قيام الليل. الأمر الثالث أن يأخذ بالأسباب، أن يأتي مبكرا إلى البيت وينام مبكرا ونحو ذلك من الأسباب التي تعينه على قيام الليل. الأمر الرابع ما كنا فيه من قبل، وهو أن يقوي في نفسه الاستجابة لأمر الله. تقوية الاستجابة في أمر الله أن تبحث على أمرين: من أعظم ما يحرك القلوب لفعل الطاعات وترك المحرمات والعفة عن الشبهات والشهوات أمران لا ثالث لهما بعد توفيق الله عز وجل، وهو الخوف والرجاء. أن يقوي في نفسه الخوف من الله والرجاء فيما عند الله، وهما جناح السلامة. فإذا تذكر ما عند الله من المثوبة تحرك لفعل أوامره، وإذا تذكر ما عند الله من العقوبة انكف وانزجر عن محارمه وعف عما لا يرضي الله عز وجل. فهذان سببان عظيمان في صلاح حال الإنسان، أن يكون دائما تتفقد نفسك، فلا تجعل الخوف في قلبك ناقصا ولا الرجاء كذلك، بل عليك دائما تسمو إلى أن يزداد خوفك من الله ورجاؤك فيما عند الله عز وجل. وهذا من أسبابه كثرة تلاوة القرآن، مما يعين عليه كثرة تلاوة القرآن وتدبر آيات الوعد والوعيد، فإن من يتدبرها يقذف الله في قلبه حب الطاعة وكراهية المعصية، ويحبب إليه الإيمان ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. ولذلك تجد من يكثر من تلاوة القرآن وعنده ورد من كتاب الله يتدبره قل أن تفوته طاعة في يومه، وقل أن تفوته طاعة في ليله. حافظ على الخير، لأن الله سبحانه وتعالى يثبت بهذا القرآن العبد على طاعته ومحبته، والله تعالى أعلم.